قصة عروس الإقطاعي. في مرة من المرات كان هناك إقطاعي غني جدا، وكان يمتلك مزرعة كبيرة ولديه الكثير من الفضة والذهب، ولكن كان يفتقر لشيء واحد وهو الزوجة. في أحد الأيام كانت ابنة جاره الفقير تعمل لديه في المنزل، وأعجب الإقطاعي بها كثيرا، واعتقد أنه لو فاتحها في موضوع الزواج فإنها ستوافق فورا على الارتباط به بكل سرور، لأنها ابنة رجل فقير. فقال لها: هل تقبلي الزواج بي؟ ردت الفتاة وقالت: لا شكرا لك سيدي، هذا شرف كبير لي. لم يعتد الإقطاعي أن يخالفه أحد الرأي، وهكذا فإنه كلما ازداد رفض الفتاة ازدادت رغبته فيها، لكنها لم تحب هذا الإقطاعي مطلقا، ولذلك استدعى الرجل والد البنت وقال له: إذا استطاع إقناع ابنته بالزواج منه فإنه سوف يسامحه بالمال الذي أقرضه إياه، ويعطيه قطعة الأرض القريبة من بيته كجزء من الصفقة. قال والد الفتاة: ثق بي بأني سأعيد الفتاة إلى رشدها، إنها مجرد فتاة صغيرة لا تعرف مصلحتها. حاول أبيها كثيرا ولكن لم تفلح كل أساليب الملاطفة والمجاملة، وكذلك باءت كل أنواع التهديد بالفشل. انتظر الإقطاعي وطال انتظاره، ولكنه في نهاية الأمر صار غضبا، وطلب من والد الفتاة حسم الموضوع في الحال إن كان يتوقع منه الالتزام بالصفقة، لأنه لن ينتظر بعد الآن. لم يعرف والد الفتاة طريقة للخروج من هذا المأزق سوى أن يطلب من الإقطاعي الاستعداد للزواج. وعندما يصل القسط والمدعوون إلى حفل الزفاف عليه فقط أن يرسل في طلبها كأنه يريدها للقيام بعمل في المزرعة، وعندما تصل إلى هناك يقومون بتزويجها في الحال حتى لا يكون أمامها وقت للتفكير في الأمر. حين وصل الضيوف نادى الإقطاعي على أحد العاملين الذين يعملون في مزرعته، وأمره بالذهاب سريعا إلى جاره ليطلب منه إرسال ما وعد به فورا، وعامل مهددا: إياك ألا ترجع من غير هذه الأمانة. انطلق العامل إلى منزل الجار الفقير، وعندما وصل قال له: أرسلني سيدي من أجل ما وعدته به، أرجوك أسرع لأن سيدي مشغول جدا اليوم. أجابه الجار قائلا: أجل، اركض نحو الحقل وخذها معك، إنها هناك. أسرع العامل إلى المزرعة فوجد الفتاة تطعم الحيوانات، فقال لها: علي أن أحضر لسيدي ما وعد به أبوك. قالت الفتاة لنفسها: من المؤكد أن هذه خدعة لكي أتزوج من هذا الإقطاعي. فقالت للعامل: نعم، إنه حصاننا الصغير. ذهبت الفتاة وأحضرت له الحصان وقالت: هذه هي الأمانة التي أرسلك سيدك من أجلها، على ظهر الحصان، وقاده إلى البيت بأقصى سرعة. وعندما وصل سأله الإقطاعي: أين الأمانة؟ فقال له العامل: إنها بالباب. فقال الإقطاعي: خذها إلى غرفة أمي في الأعلى واجعلها ترتدي فستان الزفاف. والعامل وقال: ولكن يا سيدي كيف أفعل ذلك؟ رد الإقطاعي: افعل ما أمرك به، وإذ لم تستطع السيطرة عليها اطلب المساعدة من الخادمات. فهو اعتقد أن الصبية ربما تكون عنيدة. نادى العامل على فتيات المطبخ وقال لهم: اصعدوا إلى الطابق العلوي وجهزوا الحصان كأنها عروس، فأنا أفترض أن سيدنا يريد أن يمازح ضيوفه. ضحكت النساء كثيرا وركضوا للطابق العلوي وجهزوا الحصان، وبعد ذلك ذهب العامل وأخبر سيده بأنها جاهزة بالفستان والتاج وكل شيء. قال الإقطاعي: أحسنت، أنزلها وسوف أستقبلها عند الباب بنفسي. قامت الفتيات بإنزال العروس، وكان هناك خبط وطقطقة على السلم، وفتح الباب ودخلت عروس الإقطاعي الغرفة. امتلأ المكان بالضحك وقهقهة الحاضرين، ويقال أن الإقطاعي لم يحب أي فتاة أخرى على الإطلاق.